السلام عليكم متابعي العزاز، وكيف ما العاده حلقه جديده كل احداث كل تشويق. كنصحكم انكم تتبعوها للاخير، حيت غادي نشوف احبائي صدمه تحسين وفتوم اللي غيجيو الشرطه للمنزل ديال تحسين كيبحثوا احبائي على نعمان، حيت الزوجه ديال نعمان كتقلب على راجلها وقالت لهم باللي هو مدفون في الحديقه ديال تحسين. غادي يجيو لتما والكلاب حاشاكم غادي يشموا شي ريحه كاينه في هذيك البلاصه، وغادي يبداو عمليه الحفر. اشنو غادي يلقاو؟ هادشي اللي غنكتشفوا احبائي في هذه الحلقه. وكذلك غادي نشوفوا صامد غادي تصاب بالشلل، غادي تصدم واحد الصدمه ديال العمر. يا خوتي تحسين كان غيسكت ليه القلب. هادشي كامل غنشوفوا في هذه الحلقه. وكذلك غادي نشوفوا واش اسماء غادي توافق على مساله الاجهاض ولا لا، والمزيد من التفاصيل. ما تنساوش انكم تتبعوا الحلقه للاخير. وكذلك احبائي ما تبخلوش عليا باللايكات، جمجموني. وكذلك احبائي اشتركوا الى باقي ما اشتركتوش في القناه الاحتياطيه، وندخلوا بسرعه في الاحداث. والبدايه احبائي وكيف ما العاده مع اخر مشهد من الحلقه اللي فات، هدايه اللي جات لعند بنتها المحل باش تقنعها باللي ضروري اسماء احبائي خصها دير الاجهاض. هنا نشوفوا تصدمات وبقات كتقول ماما ها ويلي يا ماما واش كدوي معقول؟ واش متاكده من هضره كتقولي؟ وهي تقول هدايه واش انا بنتي بنت لك كنتفلى عليك؟ راه قالت لها ولدك كنتي عارفاه مزيان، راه ماشي قد المسؤوليه. الدري راه ما نضجش في تفكيره. قالت لها هو ما ربى راسو ما سعاك ربي، زعما الطفل يلاه غادي يتزاد. قالت لها شوفي بنتي الله يرضي عليك خصنا ضروري ندويو مع اسماء. قالت لها انا ماشي كنقول لك نفرضوا عليها ولا نبزوا عليها ولا نديوها بزز عند الطبيبه دير اجهاض، وانما حنا خصنا نقنعوها نبينوا لها بلي الحياه ديالها غادي تكون جحيم. قالت لها راه ما كنقولها بنتي غير الحقيقه، راه الا فاتت تزوجت قالت لها باسعد في نظرك هذاك الطفل اللي غادي يتزاد واش غادي يعيش في واحد البيئه اللي هي صحيه؟ راه قالت لها با وما غادي يكونوا النهار ومطر وما لبونيه وقلت الاحترام. فمن بعد تقول لها فوتون ايوا ماما الا جاب الله مثلا درت البنت اجهاض راه بطبيعه الحال غادي يجريو عليها من القصر. اشنو غادي يكون المصير ديال اسماء؟ وهي تقول لها هدايا بنتي انا فكرت في كل شيء، الا جاب الله درت اجهاض عرفتهم غادي يجريو عليها من القصر. قالت لها حنا نعطيو واحد البركه ديال الفلوس ونزوجوها بشي ولد الناس ونبقاو معاها ان شاء الله تتوقف على رجليها، ما غاديش نتخلاو عليها. ولكن راه الا ولدت داك الدري راه لا هي لا الدري غادي يعيشوا مرتاحين. فمن بعد تقول لها فوتو ما بغيت نسولك بابا، يعني ملي كان تيعذبك في حياتك وملي كان يعني هجرك زعما وخلاك، واش كنتي كتفكري في الاجهاض؟ وهي تقول لها هدايا وليا بنتي لا ما عمرني فكرت. قالت لها في الاجهاض مستحيل. وهي تقول لها فوتون ايوا راه نفس الحاجه، راه حتى اسماء راه ما غاديش تبغي تخلى على ولدها. وهي تقول لها هدايا راه ماشي نفس الحاجه بنتي. اسماء واحد البنت اللي حساسه واللي قلبها هشيش بزاف. المشهد الاخر غادي نشوفوا فيه اسماء احبائي كتغني ظلموني الحبايب كتبكي، حتى غادي يدخل مسكين عندها منصور وغادي يقول لها اختي كتبكي، وهي تقول له لا. فمن بعد هو بدا كيبكي ويقول لها اختي انا كنشوفك دائما كتعذبينا في القصر، كتبكي بسبب اسعاد حكمات هذه كذلك رانيا، ويقول له حتى انا كتبكي بسببي ياك. وتقول ليه لا. قالت لي انا ما تنبكيش اخويا بسببك، علاش كتقول لها الهضره؟ ويقول لها حيت دفعت اسعد. فجاوبته اسماء قالت لي الله يهديك اخويا. قالت لها اش من دفعتي اسعد؟ قالت لي اسعد راه راجل كبير، هذاك النهار غير حادثه هذيك اللي وقعات، يعني تعكلت ليه رجليه وطاح في الدرج، انت ما عندك حتى شي سبب في داك الشيء اللي وقع. من بعد ويقول لها منصوره اختي انت راه كيعز عليا بزاف، انت راه بمثابه الام والاخت يعني والجده والعائله كامله. قال لها راه ما عندي حتى شي واحد من غيرك اختي. فاسماء حتى هي بدات كتبكي وتقول لي وانت يا الهبيل كيسحب لك عندي شي حد اخر من غيرك، حتى انا راه كنبغيك وانت هو حياتي وعمري. غادي نرجعوا احبائي لعند فوتون وهدايه اللي غادي يعرضوا على اسماء واحد الريستو ولا كافيه باش انهم يتحدوا ويتكلموا على الموضوع اللي كيتعلق باسعد. هنا غادي تدخل اسماء غادي تقول لفوتون كي دايره لفوتون. قالت لها فوتون شوفي من الاحسن ما بقاوش ندويو بالرسميات، قولي لي اختي فوتون. كذلك هدايه يعني رحبت بها، جلسوا مجموعين. بعد هنا اسماء كتسول على تحسين، قالت لها فوتون راه لاباس عليه راه بخير، ها هو راه زعما الحاله ديالو كتحسن. انا جاي خوتي السرباي عطى لها هدايه واحد الكويس ديالها تيخفيف. وبالنسبه لفوتون واسماء حتى هما خداو اتاي ما عليناش صافي. انا غادي نشوف فوتون قالت لاسماء انت بنتي راك عايزه عليا وبغيتك تعيشي حياتك مرتاحه وبغيتك تكوني فرحانه في حياتك. وهي تجاوبها اسماء قالت لها بغيتي تقولي لي اختي فوتون دابا باللي الا بقيت مع اسعد فانا راني ما غاديش نعيش مرتاحه وسعيده. وهي تجاوبها فوتون قالت لها يا بنتي راه داكشي اللي بغيت نقول لك، انا هذاك ولدي وتنعرفو وللاسف مضطره انني نقول لك عليه هاد الهضره. راه اسعد راه ما غاديش يعيشك في سعاده، راه ولدي فنيان وماشي قد المسؤوليه. صافي انا غادي نشوف مسكينه اسماء بقات غير كتدور في عينيها حزينه مكتئبه. وهي تجاوبها كذلك هدايه قالت لها شوفي بنتي عقلتي نهار كنت كنحكي لك على واحد السيده اللي كنهجرها الحبيب ديالها وخلاها حامله وكانت كتعاني غير بوحديتها. وهي تقول لها اسماء عقلت لا هدايه. وتجاوبها قالت لها ولا قالت لها لا هدايه راه عرفتي ديك البنت اللي كنت كنعاود لك عليها راه هي انا، وهذيك البنت
او اللي تولدات راه هي فوتون. قالت لها هذيك ديك القصه اللي كنت كنحكي لك بنتي، قالت لها راه قصه حقيقيه، راه انا عانيت، راجل يعني الراجل اللي كنت كنبغيه هجرني وخلاني معاه يعني تربيه صغيره وكافحت ودوز بزاف ديال المآسي. قالت لها داكشي علاش بنتي بغيت نقول لك راه الانسان يعني في مساله الزواج يعني واحد المساله اللي حساسه، خص الانسان يتخذ القرار ويكون متاكد منه على يقين منه. قالت لها راه بنتي حياه وحده اللي تنعيشوا، ما بغيتكش قالت لها تدخلي لهذاك القفص وتكوني عايشه في الجحيم. في نظرك واش اسعد غادي يبغيك؟ راه غادي يندمك على النهار اللي تفكرتي انك تزوجي به ولا النهار اللي حلملتي منه اصلا. قالت لها كل نهار ما غادي تكتب الكتاب ديالكم الغد اللي قالت لها غيصبح عليك بالهضره السامه والمعيار والسبان، ما غاديش قالت لها بنتي تكوني فرحانه. فداك الشيء قالت لها علاش من الاحسن ديري ايجاد. قالت لها شوفي حنا راه بنتي راه ما تنفرضوش عليك وما كنضغطوش عليك، القرار كيبقى لك، ولكن الواجب ديالي انا وبنتي اننا نحطوك في الصوره ونقولوا لك اسعد اشنو كيسوى. اما مساله الاجهاض ديريه ولا ما ديريش فهاد القضيه كترجع لك. المهم خليكم معايا دابا نعرفوا القرار ديال اسماء في هذه الحلقه. غادي نمشيو عند جهاد والحبيبه ديالو ملاك، شكرها لانها جات لي عنده. فمن بعد يقول لها جهاد شوفي، قال لها خوك راه ولا كيعصبني، انا كنعتذر منك على داكشي اللي وقع قبيله. فقالت لي مالك انا اصلا داكشي ولفتو وما كنبغيش انا المشاكل، ويشد لها في يديها. قال لها شوفا مالك انا راني توحشتك بزاف وبغيت غير الوقت اللي نعيش فيه انا وياك وبنتنا. وهي تقول لي مالك انا راه ما عنديش بنت، انا راه عندي ولد. المهم هو تيحس بلي الجنين غادي يكون بنت. صافي من بعد هو يقول لها شوفي انا راه صراحه بغيت نتزوج بك اليوم قبل غدا، راني عييت ومليت. قالت لي مالك شنو كتقصد زعما غنتزوجوا زواج سري؟ قالت لها حنا كاع تزوجنا زواج سري، انت غادي تعيش هنايا وانا غادي نمشي نعيش مع خويا تحسين. كيفاش دايره هذه الحياه؟ هو يقول لها جهاد شوفي انا ما كتهمني حتى شي حاجه، بغيت نتزوج بك. قالت لها قال لها ولا عجبتك هذا الدار نسكنوا فيها نسكنوا، وبغيتي دار اخرى يا لاله نديك ليها ما عنديش مشكل. المهم انا قال لها بغيت نصبح عليك ونمسي عليك، ما قادرش انني نبعد عليك. قال لها بغيت حتى بنتي نحس بها وهي كتكبر في البطن ديالك. قال لها هذه راه ماشي عيشه، راني عييت. وهي تقول لي مالك ايوا ونوح انت راك عارف باللي نوح ما غاديش يبغي، خصنا نحاولوا معاه حتى لي نقلبوا. ويقول لها تاني جهاد اوف نوح عاود ثاني. قال لها بقينا كنتسناو نوح راه ما عمرنا غادي نديروا شي حاجه. وهي تقول لي جهاد دابا شنو واش بغيتيني؟ قالت لي نتزوج زعما من ورا خويا، راه ما يمكنش، على الاقل نديروا محاولات. ويقول لها جهاد دابا انت يا خوك عزيز عليك حتى لهاد الدرجه ما بغيتيش؟ قال لها تضحي يعني دابا نوح احسن مني انا ياك. فقالت لي مالك عافاك يعني ما تحطيش بين خيارين الاول صعب من الثاني. قالت لي انا ماشي تنقول لك هاد الهضره انت مهم وعزيز عليا، ولكن راه ما بغيتش المشاكل، بغيت زعما نتزوجوا ونكونوا مرتاحين، ما بغيناش نتزوجوا داك الزواج ديال التخبيه وحتى شي واحد ما فرحان. ويقول لها جهاد شوفي انا راه هاد الوضع ما بقاش يعجبني، انا بغيت نتزوج بك. قال لها خلينا نتزوجوا وديك الساعه شويه بشويه نخليو زعما القلب ديال نوحيلين. فقالت له مالك ما غاديش نقدر. قالت له صراحه صعيب الحال بزاف وانا كنعرف خويا راه عنيد ولكن راه حنين، خصنا نحاولوا معاه. ولكن اخوتي جهاد راه ما عجبوش الحال، خيرها. قال لها اني خيرتك فاختاري، يا اما انا يا اما نوح. قال يا اما غتضحي على قبلي انا وعلى قبل بنتنا والسعاده ديالنا، يا اما على وديت خوك. ايوا المشهد الاخر غادي نشوف فيه فوتون كتقول اسماء شوفي بنتي الا كنتي ما مرتاحه شي وما باغا شي راه نقدروا اننا نتراجعوا على هذا القرار. صافي بقات كتشوف فيها اسماء وهي تقول لها اختي فوتون قالت لها صافي انا خديت القرار ديالي. صافي شدات فيها ودخلتها عند الدكتوره عائشه اللي هي في الاصل الدكتوره ديال مالك، راكم عارفينها اصلا. صافي رحبت بهم، دخلوا عندها العياده ديالها. الدكتوره قالت لها شوفي بنتي هذا القرار راه قرار لا رجعه فيه، واش انت متاكده؟ كذلك فوتون قالت لها حنا راه ما كنضغطوش عليك، ما مبزينش عليك، ما فارضين عليك والو، فكري مزيانه بنتي وقولي لنا القرار ديالك. صافي بقات كتشوف فيهم باسماء وهي تقول لهم انا وافقت. صافي وهي تمشي مع الدكتوره. فوتون بغات تمشي معاهم باش تحضر العمليه وهذا، وهي تقول لها الدكتوره من الاحسن ان فوتون تبقاي غير هنايا. ايوا اجوا تشوفوا الصدمه يا خوتي، البوليس غادي يمشيو للمنزل عند تحسين. جالسين تيهرسوا في الباب تيدقوا، كتقول لهم لا امينه اويلا شاد الدقه، قالت لهم بغيت تهرسوا عندنا الباب غير بشويه. يا خوتي وهي تحل الباب وهي تلقى المفاجاه. البوليس قالت لهم ياك لاباس اسيدي؟ قال لا لا بغينا نفتشوا الدار ديال تحسين. وتقول لهم وين على التفتيش؟ قالت لهم السيد راه مول الدار ما كاينش. ويقول لها لا راه عندنا اذن او فوالا اذن بالتفتيش. وراهم الورقه قال لهم راه حنا كنقولوا بلي كاينه شي جثه هنايا. المهم اخوتي هما سمعوا ديك القضيه وما يتفزعوا. صافي انا غادي نشوفوا يا خوتي تحسين فين مشى لقصر عائله شانسلان باش يجري عليهم. قال لهم دابا غتهزوا براسكم وتخويو لي القصر ديالي. ويقول لي صامد ويلي يا خويا علاش غادي نخويو القصر حشومه؟ قال لك صافي حتى قلنا الامور غادي زعما تلين بيناتنا وتصالحنا وقلتي غتخلي لنا القصر. ويقول لي تحسين داكشي كان وكنا قبل قال لي ما تغدروني وتضربوني، قال لهم ورا ظهري، دابا غتهزوا براسكم والله يعرضكم السلامه.
معايا خوتي قال هاد الجمله تحسين غادي يطيح صامي دكاو غتجي ازمه. تحسين ما تسوقش ليه تيقول راه غير تيمثل. صافي هنا غادي يجي اتصال من القصر غيقول ليه عطاك السي تحسين راه البوليس جاو كيقلبوا في دارك على شي. المهم بغيتش نقول ديك الكلمه باش ما يتمسحش لي الفيديو. المهم الجو نبدا بجو ياك. المهم صافي فهمت. المهم المشهد الاخر غادي نشوف فيه اسماء يلاه بغات دير الفحوصات باش تبدا العمليه وتقول لها الدكتوره لبسي حوايجك اسماء وعيطات الفوتون. اسماء تخلعت جات هديه كتجري هي وفوتون ياك لاباس شنو واقع وهي تقول لهم لا هنا قبل عفوا كانت هنا فوتون كتقول ماما انا راني ما مرتاحاش بغيت نمشي نوقف هذا الشيء وهي تقول لها هديه وجلس الله باش توقفي. قالت لها المصيبه لك حلايا لي تولد داك الولد راه انا قالت لها غدا ولا بعدو غادي نعقدهم وغادي نمشي للقبر. شكون قالت لها اللي غادي يرد البال الحفيد ديالك. صافي من بعد غادي نشوفوا هنا فاش عيطت لهم عائشه وجاو فوتون تخلعت قالت لها ياك لاباس لا عائشه. قالت لها شوفي راه البنت مهم قلبات لها الرحم ديالها فيه تشوهات الرحم. قالت لها ودي الا جاب الله طيحات هذا الدري فالحماله الثانيه ديالها غتكون صعيبه وغالبا ما غتسالي بالاجهاضات. صافي من بعد وهي تقول لها عائشه راه المساله معقده عاودوا فكروا. صافي بدات كتبكي اسماء قالت لها لا ما بغيتش نطيح ولدي. صافي تقول لها فوتون بشويه عليك بنتي صافي ما بغيتيش بالنقص وهي تعنقها هنا اسماء قالت لها شكرا بزاف اختي فوتون. من بعد وهي تقول لها فوتون قالت لها واش الجنين واش بخير. قالت لها الجنين راه صحه سلام مزيان ولكن المشكل كاين في الرحم ديال اسماء. صافي بعد تقول لها الدكتوره عائشه راه البنت غتخصها الرعايه وما خصهاش تزتقل وخصها الراحه التامه. وبقات انا كضحك معايا يدي قالت لها صافي الدكتوره كوني غير هانيه راه هذه المساله عليا انا. صافي هنا مسكينه اسماء فرحت بزاف. فوتون وهدايه وقفوا معاها. وهنا الدكتوره كتوصفهم يعني خصها تاكل مزيان وتنعس مزيان وترتاح مزيان وما تزش تقل ما تطلعش في الدروج بزاف الى اخره. ملي خرجوا من العياده وتقول لها هدايه وضحكي يا بنتي. قالت لها ضحكي وخذي راحتك. قالت لها عندك في القصر. قالت لها تعبسي. فمن بعد فوتون وهي تقول لها قالت لماما قالت لها شوفي ماما راه خصنا ضروري نردوا البال الاسماء عندك ديك الفعه ديال الحكمه تبقى تقول لها شي هضره ثاني مسمومه. قالت بقات كتقول هنا الاسماء قالت لها شوفي ردي البال راسك وما تخلي حتى شي واحد يفرض عليك شي حاجه تعلمي تقولي لا. قالت لها راه سمعتي الدكتوره شنو قالت خصك تردي البال راسك. تقول لها اسماء غير كوني هانيه. صافي الدور من بعد ماما قالت لها ماما عافاك ردي لها البال من الاخص من ديك حكمت. تقول لها يدي ويلي. قالت لها لا بالاخص من ديك حكمت مالاش تكون. قالت لها يا بنتي ما كتعرفيش امك كيفاش دايره. قالت لها لا انا واسماء غادي نكونوا بخير وعلى خير. صافي مسكينه فوتون قالت لها اسماء ما باقيش تعيط لي اختي فوتون عيط لي ماما. فكانت مسكينه اسماء فرحانه بهذه الكلمه الزوينه يعني واخيرا لقات شي ام اللي غادي تكون في جنبها وعوضها الله سبحانه وتعالى بواحد السيده اللي حنينه بزاف وظريفه. صافي هدايه حتى يلاه عمرها دار قالت لها كوني هانيه بنتي يعني غادي نتهلا فيك ونرد لك البال. ايوا المشهد الاخر ملي غادي يرجع يا خوتي تحسين غادي تلاقاه هو وفوتون قدام الباب ديال القصر ديالهم. غادي يلقاو يا خوتي البوليس جالسين تيحفروا حفر يا ما تحفر. هنا دخلت فوتون مصدومه حنا عارفين باللي راه تما فين دفنوا نعمان. ايوا انا كتضحك او كتستغرب ناريما قالت لهم ويلي قالت لهم راه مشيتوا البوليس جاو تيقولوا بلا راه كاينه شي حاجه مدفونه عندنا في الحديقه والبهلان هذا. صافي هما بداو يقلبوا. هنا تحسين تيقول لفوتون صافي رجمعي وطوي ما تعيقيش لان بقات كتقول لي ناري مشاو للبلاصه نيشان حيت الكلاب حاشاكم مشاو كيشمشموا كاينه شي حاجه تما مدفونه. ايوا يا خوتي هنايا تحسين عفوا ملي المهم تحسين ملي قال ديك الجمله لصامد راه هزوها يا خوتي مرابع للسبيطار كريز. جات هنا هدايه كتقول لحكمتي ياك لاباس شنو واقع. تقول لها ياك لاباس شنو واقع. قالت داك الحقير ديال تحسين راه لا عاوتاني قالت لها جوج كلمات وسكت لخويا القلب هو يلاه الزغبي داير عمليه على الكليه ديالو. ايوا تحسين تيقول هنا الحسين تيقول صامد كون قوي انا معاك وفي جنبك. وتقول لهم حكمه وصلوا الله يعطيكم شي مصيبه كاملين الله يعطيكم شي مصيبه. بقات كتعير وتسب وطلعت. صافي من بعد مشات هدايه عند الحسين قالت لي شتي قلت لك راه باللي تحسين راه غيبقى داركم في الراس وفي البال وما غيتهنى حتى يدير شي كارثه. ويقول الحسين كارثه. قال لها واش نسيتي. قال لها شكون هو الابن الكبير ديال صامد شانسيلون راه هو انا. قال لها انا من اليوم المسؤوليه ديالي هي حمايه القصر يا خوتي وما حمد تنفسوا. قال لها من اليوم الحمايه ديالي هي حمايه الدور ديالي حمايه القصر وكونوا هانيين انا اللي مسؤول على كل شيء. ايوا صافي هنا سولت نوران حنان قالت لها ويلي لا حنان مالكم فين كنتو. وتقول لها حنان كنا في واحد الريستو ما عجبتناش الماكله ديالو يدور فيها حنان. قالت لها واختي علاش كذا. قالت لها جالسه كنعاود لك انا هي دابا. قالت لها ولا قد القب قد السطل. قالت لها باغي تدخلي في الشبوقات. قالت لها قابل لي خدمتك. صافي تركبي اختي في السياره ومشات. ايوا هنا البوليس راه تيقلبوا وغيتصدم هنا تحسين حيت غتبدا احبائي عمليه الحفر. الكلاب حاشاكم شمشموا باللي كاينه شي حاجه تماك.
ملي خوتي غادي يحفروا اش غادي يلقاو كلب مدفون. وهنا غادي تدخل تحسن نقول لهم قال لهم انا الكلب ديالي سميتو بوبي. قال لهم راه كنت دفنتو تما. هو يقول ليه الشرطي وحشومه عليك. قال لي السي تحسين ما خلينا من الصباح حنا كنحفروا باش نلقاو بوبي. اش هاد الحاله؟ قال لي السي تحسين. هو يقول لي تحسين واه سمحوا لي كي شفتوا قال لهم حتى لا قلت لكم ما تحفروش تما راه مدفون الكلب ديالي غتحبسوا. قال لي سيدي راه واخا قلت لكم لا راكم غتكملوا خدمتكم. ويقول لي البوليسي صافي هما يغادروا. قال لهم تحسن غير كونوا هانين. دابا السؤال مطروح، فين مشى الجسم ديال نعمان؟ ياك اخوتي دفنوه تما، راه شفنا في دوك الحلقات راه تدفن تماك. ودابا شكون اللي هزو؟ المهم خليكم معايا. صافي انا غادي نشوفوا تحسين غادي يسول الشرطي، غيقول الشرطي راه جانا واحد البلاغ من الزوجه ديال نعمان وهي كتقول باللي راه السيد راه مدفون عندكم هنا، وراه غالبا السي تحسين غادي يكون هذا بلاغ كاذب، حنا كنعتذروا منك، هادو غيكونوا اشاعات واتهامات باطله. قال لي تحسين ماشي مشكله سيدي، راكم نتوما كديروا غير خدمتكم. دابا فوتون دارت في تحسين قالت لي ولي تحسين، قالت لي انت بدلتي بلاصه نعمان وما قلتيهاش لي داف ليا تما بوبي. ويقول لها تحسين انت من بوبي؟ قال انا ما في خباري والو. قال راه انا بحالي بحالك، راه كذبت عليهم وقلت لهم الكلب ديالي شرف ودفنتو تماك. قال راه انا ما عرفتش فين مشى نعمان. وتقول لي هو دابا فينا هو؟ كيفاش تحول من تماك؟ ايوا غادي نمشيو اخوتي المشهد الاخر، غنمشيو للسبيطار. الدكتور غادي يخرج. المهم هنا بعدا حكمه دارت في جهاد، قالت لي يا حمامه السلام، قالت لي باك تيموت وانت جالس كدور تبع يديك الهبيله ديال مالك. هي فاش خرج عندهم الدكتور قال لهم الحاله ديال صامد راه صعيبه بزاف، جاه نزيف في الدماغ، داك نزيف في الدماغ ادى الى شلل. فهمتوا؟ ايوا صافي اخوتي الناس سمعوا شلل وما يتصدموا، يعني السيد راه ما تيمثلش، راه فريمون مريض. ايوا هنا تحسن غادي يسول صراحات، غيقول لي صراحات قول لي واش ما بانش لك المسدس ديالي في المكان اللي وقعت لي فيه ديك الحادثه؟ ويقول لي صراحات لا السي تحسين ما شفتوش. صافي تحسين بدا كيعيرو يسب، تيقول الحقيرين جاو تجمعوا عليا وداو لي حتى السلاح ديالي. ايوا جا هنا نوح لقى الدنيا كاع مقربله في الجرده. هو يقول ليه قال نوح لتحسين يلا ندخلوا داخل ونتكلموا. ايوا هنا حكمت قالت الجهاد، قالت دابا الدكتور قال لهم خصكم ديو على وجه السرعه صامد الانقاره حيت خصو يدير خصو عنايه مركزه. حكمه رفضات، قالت لهم نعالجوا غير هنا. ويقول لها جهاد وراه كون الدكتور بان ليه بلي المعالجه ديال بابا هنا مزيانه كون راه ما غاديش يقول لنا نقلوا الانقاره. قال صافي خلينا نقابل خدمتي. انا اخوتي غادي نشوفوا تحسين كيتكلم مع نوح، قال لي راه البوليس جاو تيحفروا في الحديقه تيقلبوا على نعمان. عاد غادي نكتشفوا بلي احبائي نوح هو اللي بدل المكان ديال الجثه. ويقول لي تحسين تبارك الله عليك. ويقول لي اش قلت لك؟ قال راني شكيت بلي نوح هو اللي دار شي حاجه. قال لي واش شوف ولدي؟ قال والله ما غنسولك فين حطيتيه ولا فين لحتيه. قال لي المهم ابعد عطنا اتساع زعما ما يتدفنش في الحديقه. ويقول ليه نوح صافي غير نسى هذاك الموضوع اخويا تحسين، صافي راني حليته وطرقت المسمار. ايوا ارتحت من بعد هنايا فوتون. ومن بعد سولو نوح قال لي انت شنو درتي في مساله القصر؟ ويقول لي والو راه مشيت قلت لهم جمعوا بالزكم خرجوا من القصر. هو قال لي ويغيب ليا تحسين ويغيب لي عفوا صامد. فقال لي نوح راه غالبا غادي يكون غير تيمثل، وعلاش قال لي ما خرجتيهمش؟ فجاوبوا باللي انا درت هكاك حيت جاني اتصال من الشرطه كنت مضطر انني نغادر للقصر. صافي من بعد غادي نشوفوا نوح جاب شي هدايا للاخت ديالو حطاتهم قدريه فوق الطبله. وهي تقول ليه فوتون تبارك الله. قالت لي شنو جبتي لاختك؟ قالت لي زعما كتهلا في اختك وزعما وكتعتني بها. ويقول لها هي راه اختي. قال لها راه خط احمر جبت لها. قال لها لاستيد فوليك وشي فيتامينات وشكليطات. قال لها اختي راه هي عينيه وراه عزيزه عليا، راه انا غادي نكون الخال ديال سمحوا لي الولد ديالها. من بعد تقول لي فوتون راك ما غاديش تكون غير الخال، راك غادي تكون الخال والعم. ويقول لها نوح شنو كتقصدي؟ وتقول لي راه اسماء حامله من خوك اسعد. ويقول لها اييه واشنو دابا غيدير اسعد؟ ياك خصو يتزوج بالبنت. وتقول لي ايوا غالبا داكشي اللي كنقولوا. ويقول لها ايوا راه خصو يتزوج بها. صافي هو يمشي. من بعد نوح غادي يتصدم، علاش؟ حيت غادي يسمع فوتون غادي تقول لتحسين ايوا ها انت ملي المساله كتعلق باسماء تيقول باللي اسعد خصو ضروري يتزوج بها، وملي المساله كتعلق بختو مالك تيقول لا ما خص جهاد يتزوج بها. فهمتوا؟ هو بقى فيه الحال. من بعد غادي نشوفوا هنا تحسين غيقول لها شوف لا فوتون راه كيبان ليا بلي الوضع باقي مكهرب، خصنا نفكروا في شي حل باش ان العائلتين يتصالحوا سما. من بعد غادي نشوفوا هنا كانت نريمه كتصايب الكيكه. من بعد جات قدريه لعند مالك عطاتها دوك الحلويات وداك لاسيد فوليك وداك الشيء. فرحات مالك بهم بزاف. وتقول لها قدريه هادشي راه جابوا لك خوك راه تهلا فيك. وتقول لها مالك ما يمكنش. قالت لها جاب لي الشوكولاته صعيبه اللي كيعجبني. بقات كتشوف فيه وهي تقول لها نريمه واش راه كيعزز على خوك بزاف. مالك بقات كتضحك. قالت لها شوفي، قالت لها راه نوح راه التوأم ديالي، راه روحي، راه حياتي، حنا راه ماشي اخوه عاديين، حنا راه توام. قالت لها خويا واخا هو عنيد وتيعصبني بعض المرات ولكن تيعرف اشنو تيعجبني وشنو اللي عزيز عليا. ايوا مسكين هنا جهاد غادي يمشي لعند باه واخوتي حال عيني للسقف تيشوف. وقلت لكم جاه شلل تام بسبب داك نزيف في الدماغ. ويقول لي ايه يا بابا شكون اللي قال باللي غتلا لك بحال هكا؟
صامد شانسالان الرجل القوي قال لي صراحه ما بغيتش لك هذه النهايه، ولكن هذه كتكون النهايه ديال كل رجل فيه الجشع، فيه الطمع، فيه الكذب والتخلويض. كتكون النهايه ديالو بطبيعه الحال نهايه كارثيه. صافي بقى تيشوف با ويقول لي خليتي لي بابا غير المسؤوليه والعذاب، ما عرفت حتى مزغبي منين يبدا الجهاد. صافي تجي عنده هنا مسكينه اختو رانيا قالت لي خويا عافاك بقى معايا وما تخلاش عليا، ويقول لها انا مستحيل نتخلى عليكم. ايوا جاتي خوتي هدايا مكسيريه اللي عند حكمه، شافتها جالسه خوتي بغات نكد عليها، وهي تقول لها حكمه ايوا، وهي تقول لها هدايا ولا حكمات، قالت لها شفتك باقي جالسه ما غاديش شي، قالت لها تمشي عند خوك طلعي عليه، ما غاديش شي تمشي تشوفيه. قالت لها واخوك راه مسكين راه غادي يدوه في السياره ديال الاسعاف الانقاره. وهي تقول لها حكمه ودابا انت سوقك اش دخلك ودخلي سوق راسك. قالت لها شفتي انا نسيني عليك نساني لا باقي شي، قالت لها تحطني في بالك بعدي مني عطيني اتساع بقي. قالت لها يا حاضياني العامين ان شاء الله ما كتعرفيها وتسب. وتقول لها هدايا ومالكي، قالت لها بشويه عليك وغير كان تنقول انا اختي كتفقس حكمت، قالت لها غير كان انا تنقول انت دائما مصدعانه بخويا خويا خويا. قالت لها ودابا السيد ملي طاح الزغبي جاتو جلطه وجا الشلل كنشوف، قالت لها جالسه ومبرده ما بغيتيش هي تمشي عنده، ما بغيتيش هي تسولي فيه. قالت لها ولكن صراحه راه كاين راه ما كتبغي حتى شي واحد، راه كتبغي غير راسك. غادي نشوفوا من بعد الحسين كان كيتكلم مع حنان على المساله ديال المسؤوليه وديال بلي هو غيتاخذ المسؤوليه في الدار وبلي هو عارف شاده والفضه في القصر حتى غيجي عنده جهاد. غيقول الحسين شوف بلا ما توصيني اخويا كون هاني، قال لي بحكم انني الابن الكبير ديال صامد شانسلان وكنعرف المداخل والمخارج ديال القصر، قال لي غير كون هاني القصر قال لي امانه. ويمشي عند هدايه قال لها شوف لا هدايه خاصك اي حاجه قوليها ليا. قال لها بالنسبه للمدفأه راه بحال وسط الرجال باش انهم يبدلوا قال لها زعما يسخنوا القصر. قالت لي يعطيك الرضا يا وليدي هكا نبغيك. صافي مشى مسكين جهاد الانقره هو ورانيا باش يديو باهم. حتى هنا غادي يتصل جهاد بالحبيبه ديالو، غتقول ليه مالك الو الحبيب ديالي واش بخير واش كلشي مزيان. ويقول لها الصدمه، قال لها شوفي راه بابا راه جاتو جلطه من بعد ما جات حسين للقصر وكان باغي يخرجنا، راه هو مسكين راه ما تحملش وجاتو جلطه يعني دماغيه وتصاب بالشلل. ويقول لها دابا راه الدكتور قال لنا ضروري خصنا نديو انقره ودابا راني مسافر مع اختي رانيا، المهم قال لها بغيت غير نعلمك. صافي وهي تقول لي ما يكون عنده باس علمني لو وقعت ليه شي حاجه نبقاو زعما على اتصال مع بعضياتنا. ويقول لها صافي ان شاء الله المهم انت غير رد البال لراسك حتى نشوفك. وتقول لي انا كنبغيك بزاف الحبيب ديالي. فهو للاسف ملي كانت كتكلم مالك مع الحبيب ديالها كان نوح كيتصنت لهذاك الحوار. نوح يا خوتي ما عجبوش الحال، نوح اصلا ما تيحملش ان مالك تدوي مع جهاد لانه كيعتبروا العدو اللدود ديالو. صافي جي هنا مالك كدوي بكل عفويه مع نريمان عطاتها الخبر، قالت لها زعما راه صامت جا شلل وهذا الى اخره. جا جهاد جلس كياكل في الكيكه، جات عندهم مالك قالت لهم راه ناريمان هي اللي صايبات الكيكه الله يعطيها الصحه، اي حاجه صايبتها هذيك البنت من يدياتها كتكون بحال السحر. وقالت لهم ماشي غير الكيكه اللي صايبات ناريمان حتى الكباب. فقالت لها فوتوني وتبارك الله. وهي تقول مالك لخوها قالت لها والله الا عندك الزهر. قالت لها مرحبا قالت تبارك الله وصلت على النبي وزوينه شكون بحالك. صافي من بعد ويقول لها نوح دار فيها، ويقول لها انت علاش كتقلبي من الصباح؟ قال لها غير كترطبي معايا الهضره. قال لها جي من الاخر وقولي اشنو كتعرفي. وتقول لها مالك شنو كتقصد؟ قال لها جي وقولي لنا باللي صامد راه نقلوه يعني على وجه السرعه الانقره لانه جا شلل وهذا نزيف في الدماغ. صافي تقول ليه مالك قالت لهم راه اتصلوا بيا، المهم درت فيها الجمع، قالت لهم راه اتصلوا بيا وقالوا لي باللي سي صامد راه جا شلل. ويقول لها نوح ماشي اتصلوا بك، قال لها اتصل بك جهاد اللي قال لك راه صامد جا نزيف في الدماغ وراه داوه الانقره. وتقول لي مالك دابا انت مالك؟ قالت لها غير بوحدك اش كاين؟ قالت لي يا ربي السلامه. قالت لي شربنا كلينا واحد شويه ديال الكيكه، قالت لي بغيت نزال لك السم مع قرجوطنا زعما. وتقول لها فوتون كيفاش واش صامد وقعت ليه شي حاجه؟ فجاوبتها مالك راه جاه شلل. صافي هو هنا كذلك تحسن تصدم، عرف باللي صامد راه ماشي كان تيمثل. من بعد ويقول لها نوح شوفي قال شحال مره حضرت قلت لك لا باقيش تدوي مع هذاك الحقير، هذاك راه العدو ديال العائله ديالنا، راه هو اللي ضرب خويا تحسين بالرصاص. وتقول ليه مالك بغيت تبدا عاوتاني بنفس الديسك؟ راه ماشي هو اللي ضرب تحسين بالرصاص، جهاد بريء. وتقول لي واش باغيني؟ قالت لي ندير مشاكل. قالت لي راه بقات لي غير 3 شهور وغادي نولد ولدي. فجاوبها نوح قال لها غتولدي ولدك وانا غادي نكون بالنسبه ليه الخال والاب. وتقول ليه بالنقص لا كان عنده اب بحالك انت ملي كيكون عصبي ما تيبقاش يخدم عقله وتيولي واحد الانسان اللي عادي من المسؤوليه. صافي بقات كتعاير في خوها. ويقول لها نوح قال لها وليتي، قال لها هكا كتجاوبي معايا بلا حشمه بلا حياه وكتهميني باللي انا ما مربيش ياك؟ قال لها ولا قد القب قد السطل. صافي هنا كذلك نريمان تدخلات. نريمان ما عجباش الحال، قالت ليه مالك عاوتاني مع اختك اش بغيتي عندها؟ ويقول لها دابا انا اللي وليت خايب
انا اللي تنقول لها ما تكلميش مع العدو ديالنا بسبب خويا تحسين تضرب بالرصاص، بقى كيغوت على اختو تقول اختو عرفتي بعد من الله يرحمك عطيني اتساع، قالت لها بقيت معاك انت غادي غير تحمقني وهي تخرج. صافي نوح يقول لها وسيري سيري، قال لها حتى من بعد نكملوا الهضره ماشي دابا، عاوتاني باغا تمشي عند داك الحقير ما كتفهميش، قال لها بالهضره، قال لها انت ما كتستوعبيش الهضره اللي تنقول لك. كذلك فوتو ناض في حالتها، تحسين ما عجبوش الحال، بقى تيشوف فيه ومخنزر ويقول ليه نوح هادشي اللي كدير راه ماشي معقول. قال لي حتى انت غتبقى تصرف بحال هكا، يلا بغى يقول لي لا خويا تحسن هو يضر فيه تحسين، قال لي غادي تسكت ملي كنت ندوي معاك انا غادي تسد هذاك الفم، قال لي انت راك زدتي فيه، قال لي شنو انت، قال لي اختك كتحميها من الهواء الطاير وما كتبغي حتى شي واحد يقلل عليها العفه ولا يقلل عليها الاحترام، ولكن المساله ملي كتعلق بك انت ماشي مشكل تعرف اختك وتسبها وتهين الكرامه ديالها. قال لي فين هو نوح اللي كنعرف شحال هذا، كيفاش كتقدر انك تدوي مع اختك بهذه الطريقه. وقال ليه زيدون انت كتقول جهاد اللي ضربني برصاص، باقي حتى دابا ما تثبت حتى شي حاجه، باقي حتى دابا ما عندنا حتى شي دليل كيثبت الهضره اللي كتقول. قال لي نوح فكر، قال لي مزيان في التصرفات ديالك قبل ما يفوت الفوت، قبل قال لي ما تحل عينيك وما تلقى حتى شي واحد في جنبك، كتخسر اختك وعائلتك وكاع الناس اللي كتبغي. قال لي نوح اللي كنعرف شحال هذا ماشي هو هذا اللي قدامي. صافي غادي غادر او ماشي غير غادر، غادي جلس تحسين هو معصب بزاف. هنا نريمان غتمشي عند مالك قالت لها شوفي راه ما تقلقيش، راه الحزن راه خايب لك. فقالت لها مالك هاد خويا من صغرو هو عنيد زاد فيه بزاف. من بعد تقول لها انني ما حتى انا ولا نوح كيخلعني، ويتجاوبها مالك علاش غادي يخلعك؟ لا قالت لها ما يخلعكش، قالت لها بالعكس هو انت عزيزه عليه بزاف وتيبغيك ما تفكرش بحال هكا. وتقول لها انني من صراحه انا راه وليت كنفكر في العلاقه ديالي معاه حتى هو ولا كيعصبني بزاف وتيدير تصرفات زعما معصب. قالت لها بلا قياس. وتقول لها مالك لا قالت لها بلا ما تكبري الموضوع، راه خويا غير عنيد ولكن راه دغيا زعما دغيا كيتهدن. غننتقل للمشهد الاخر اللي فيه نوح ويقول لتحسين قال لي واش ندوي اخويا تحسين، ويقول لي تحسين دوي، ويقول لي نوح شوف اخويا تحسين انا راني ماشي معصب غير هكاك، راه مالك كدوي مع اكبر عدو لينا، راه قال لي بحال ضربوك بالرصاص وكنتي غادي تموت، واش فهمتي؟ قال انا ما قدرش نصبر لهذا الشيء. ويجاوبوا جهاد حنا ما عندنا حتى شي دليل. ويقول لي نوح ولا كان عندنا الدليل ولا فعلا جهاد هو اللي ضربك بالرصاص ولا هو اللي كلف شي واحد باش انه يضربك، كيفاش قال لي غادي تكون الحاله ديالنا ديك الساعه؟ فقال لي تحسين شوف راه انا كتار منك باغي نعرف شكون هو هذا الشخص اللي دار فيا هذيك الحاله، ولكن راه كلشي بالعقل انوح، وراه ماشي زعما بيننا وبين عائله شانسلر عداوه يعني هما اللي داروا داك الشيء. قال لي يقدر يكون شي واحد ما بينه وبينه حتى شي حاجه هو اللي ضربني بالرصاص. فقال لي نوح انا ما بغاش ندخل لي هاد الهضره راسي، وانا كنقول بلي عائله شانسلر هما اللي ورا الاصابه ديالك. المشهد الاخر غادي نشوف فيه خوتي اسماء شاد راسها في الكوزينه وبدات حنان كتوسوس ليها. قالت لها شوف اسماء غنجيك اختي من الاخر اللي نطولوا ونقصروا. قالت لها شتي اسعاد يا والله لا تزوج بك، قالت لها شتي كاع لا تزوج بك ولدتي هذاك الولد غادي يديوه ليك وغادي يصيفطوك. قالت لها شي ضيعه وما غاديش، قالت لها باقي تحلمي تشوفي ولدك غادي تحرمي منه. كانت كتحرك يا خوتي واحد الحريره وهي تقول لي انا ماني تنحرك في الحريره، وهي تعيط لك الخدامه. قالت لها دوزي، قالت لها حرك الحريره، قالت لها راه وليت حنان شانسيلان، قالت لها راه نتوما اللي خدامين عندي ماشي انا اللي خدامه عندكم. صافي وهي تمشي حنان عند اسماء قالت لها شوفي اختي انا بغيت لك غير مصلحتك يا خوتي، كتوسوس لها بحال الشيطان. قالت لها شنو دارك اسعاد غادي يتزوج بك؟ وهي تقول لها اسماء ولكن خويا جهاد راه قال لي بلي غيتزوج بيا. هنا دخلت حكمت وهي تقول لها حنان قالت لها اختي، قالت لها راه جهاد راه باقي واحد غير في راسو، حتى الولد قالت لها اللي من مالك باقي ما قدرتي يتزوج بها ويحل المشكل ديال ولده مسعاك ولدك انت. كذلك حكمت قالت لها شوفي انا اول مره نتفق مع حنان، راه حنان كتقول لك الحقيقه. وهي تقول لهم اسماء لا واش بغيتوني؟ قالت لهم نقتل ولدي ما يمكنش، انا ولدي غادي نولدو. وهي تقول لها حكمت هي الهبيله، قالت لها واش كيسحب لك باللي جهاد غادي يجلس اسعد بزز منه قدام العدل ويتزوج بك بزز؟ قالت لها راكي كتحلمي. وهي تقول لها حنان والله الا هي كتحلمي اسماء راكي غادي تعاني بزاف. وهي تقول لها اسماء شوفي الا ما وقفش معايا خويا جهاد في هذه المحنه انا غادي يوقف معايا السي تحسين الله يجازيه بخير. صافي تخرج مع الصبا. ايوا صافي غير يا خوتي ذكرت تحسين الحنان وحكمت ما عجبهمش الحال. وهي تقول لها حنان قالت لها وانت علاش عفانه حتى هي ولات كدوي وتهددنا بتحسين؟ قالت لها تحسين غير مسالي قبو وهي اللي بقات باش انه يحل لها المشكل. بقاو تضحكوا عليها. من بعد غادي نشوفوا الحسين جالس كيعطي تعليمات لدوك العمال اللي كاينين تما ويتعيط ليه مرته. قالت لها اجي عندي، مشى لعندها المهم ملح على واحد القطعه من الثلج كيضحك معاه وتقول لي اعطيني ودنيك. قالت لها راه كاين واحد الموضوع مهم بزاف. قالت لي راه اسماء حامله ياك عرفتيها؟ قالت لي حامله. ويقول لها حنان واش بغيتي؟ قال لها ترجعي ثاني دوي لي على مساله الارث وصافي. قال لها شفتي راه كل واحد والحصه ديالو محميه، واش تي قال لها اسعد ولد 40 ولد راه الحصه ديالو في الارث غتبقى. وهي تقول لي حنان لا ماشي هذاك هو الموضوع فاش ندوي معك. قالت لي شوف قالت لها راجل العزيز دابا اسماء هي غادي تولد ياك،
شنو بالك ربيو حنا هذاك الدري، وهذاك الدري قالت ليه منا وفينا من عائله شانسيلان، حسن ما اننا نجيبوا شي ولد من خيريه ما تنعرفوا النسب ولا منين جاي. قالت لها اش بان لك نخليو اسماء حتى تولد ولدها ونديوه ليها. ويقول لها الحسن والله يهديك المراه، قال واش كاينه شي كتخلي على الابن ديالها؟ راه بطبيعه الحال اسماء ما غاديش تبغي. قالت له ولي الهبيل ملي غادي دابا حنا قالت لي غنتعاملوا معاها مزيان ما غنقولوا ليها والو تولد. قالت لي ملي تولد ان شاء الله غادي نديو ليها الدري وهي نصيفطوها لشي ضيعه ونعطوها شي بركه ديال الفلوس. عطوها قالت لي فلوس كثيره كاع ونخليوها تعيش في رفاهيه. المهم غير دخلنا داك الوليد الصغير. قالت لي انا عرفتي الحسين الحاله وكيفاش داير دابا. حنان مسكينه ما كتولدش، عندهم مشكل في الانجاب فهي كتفكر في الوليدات. صافي حسين تيطبطب على مرته. ايوا المشهد الاخر غادي نشوفوا جهاد ورانيا راه وصلوا لانقره. رانيا خايفه بزاف على باباها، يعني الطبيب قال لهم الاحتمال ديال ان باو من جا من هذه الكارثه هو فقط بنسبه 10% وهو كيواسيها. من بعد غادي نشوفوا العائله كلهم مجموعين. غادي يرجع جهاد للقصر، كانوا جالسين. قالت لهم رانيا بابا مسكين حل عيني للسقف ما كيدوي ما كيتكلم حالته صعيبه بزاف. قالت لهم انا ما كرهتش نمشي عاوتاني عنده. وتقول لها هدايه يلاه بنتي دخلتي. قلت لها خلي شي حد اخر اللي يمشي. وتقول لها حكمه خلي شي حد اخر يمشي نمشيو بالتناوب حسن. ويجاوبها جهاد قال لها عمتي شفت قال لها كتقولي شي حد اخر. قال لها علاش انت ما بغيتيش تزوري خوك زعما؟ وتقول لها لا غادي نزورو ان شاء الله. صافي من بعد ويقول لهم جهاد شوفوا جمعتكم حيت راكم شفتوا الوضع ديال بابا كيفاش داير، راني دابا تنفكر في خصنا نديروا وصي على العائله. وتقول لي حنان اخويا جهاد عندك الحق غادي نديروا وصي، والوصي هو الحسين. صافي كان هنايا اسعد ظرف حنان قال لها دخلوا سوق راسك، وكان الحسين باغي ينوض يضربوا. صافي جهاد تعصب قال لهم دابا انا واش جمعكم باش نحلوا المشكل ديال الوصايه ولا قال لهم جمعكم باش تنوض البنيه؟ قال لهم غتجلسوا كاملين شوفوا مساله الوصي طرقناها، واش كاين شي حد عنده اعتراض؟ بطبيعه الحال لا هو ينوض. يعني بغى يقول لهم زعما راه انا هو الوصي. كذلك هدايه دارت فيهم قالت لهم شفتوا نتوما والله تتحمقوا الواحد كتخليوش. قالت لهم الواحد يفكر بدماغه غير بعض الحماق اللي دايرين بينا ويتنوض. صافي غادي نشوفوا هنا الحسين بدا كيتمتم يا خوتي ويقول لخو اسعد قال لي شوف راه مزيان تكون الديمقراطيه، الديمقراطيه مزيانه ومزيان الانسان يكون حقاني. قال لي دابا انا عاطي الكليه ديالي البابا صامد. قال لي انت عاطي لباك شي حاجه ما عاطي التزفته. قال لي انا دابا عايش بكليه واحده زائد انا هو الابن الكبير ديال عائله شانسيلان، وبالتالي انا قال لهم اللي خصني نتولى العرش، انا قال لهم اللي خصني نكون الوصي ديال هذه العائله. هو يا خوتي كان كيتكلم فقص واسعد جالس كيلعب في التليفون ديالو ما مسوقش. حنا بقات كتقول اسعد راه خوك تيدوي معاك دوي مع خوك ما مجاوبهاش. من بعد تقول لي انت علاش كتخطط عاوتاني مع من كدوي؟ ويقول لي اسعد ودخل سوق راسك. قال واش انت قال لها باغا تدخلي في كلشي؟ وتقول لي خصك تحترمني انا راني وليت مرت خوك. قالت لها باقيش تدوي معايا بحال هكا ما بقيتش. قالت لي الخدامه اللي كنتي كتعرف. صافي هنا اسعد كان بغى يمشي في حالته بغى ينوض هنا هذا الحسين يضربو، ولكن شدته احبائي حنان منعاتو باش انه ما يدخلش في شجار حاد مع الاخ ديالو. ايوا انا نوح يا خوتي جا للشركه غادي يلقى مرتو لابسه هذيك المينيه. نوح يا خوتي راه ولا عصبي وغايور لواحد الدرجه اللي كبيره ما بقاش طبيعي. صافي هنا بقى تيقول الحنان قال عفوا النريمان بلي انا وليت كنفكر بلي البنات يبدلوا الزيت ديالهم. تقول لي دابا عاقت بين نريمان. قالت لي دابا شنو بغيت تقول بلي انا ما خصنيش باقي نلبس القصير ولا؟ ويقول لها نوح لا ما قصش بحال هكا. تقول لي شوف راني فهمت شنو بغيتي تقول غنجيك من الاخر انا حره نلبس اللي بغيت وندير اللي بغيت. قالت لي ما عندكش الحق انك تدخل في اللباس ديالي انا كنلبس القصير. ايوا هكا قالت لي غادي نلبس. صافي هو مرق يا خوتي نوح ويقولها صراحه انا ملي كنشوفك كنتعذب. قال راه بحال جاني اتصال وقالوا لي بلي خصنا نديروا موعد لكتب الكتاب ديالنا زعما باش يتزوجوا. وتقول لي حنا شنو كتقصد؟ ويقول لها كيف سمعتي؟ قال لها السيمانه الجايه غادي نتزوجوا وجدي راسك لا انا ما بقيت شي قادر انني نصبر. المشهد الاخير احبائي باش غنختموا هذه الحلقه الجميله هو ان الصدمه الكبرى اسعد الشخص اللي كان كيميساجي معاه وكيدوي معاه هو نوح. غادي يتلاقى يا خوتي مع نوح بحال تقولوا من وراء العائله ديالو غيتلاقاو في واحد المكان مهجور. وحنان شكات في اسعد قبيله فاش كانت كتغوت معاه كانت كتقول راجلها كتقول لي راه هاد البروج قالت لي راه ناوي على شي حاجه راه كيخطط لشي حاجه والحسين ما تيقهاش. دابا السؤال مطروح علاش احبائي اسعد جالس كيدوي مع او علاش تلاقى مع نوح في الخفاء؟ هادشي اللي غنكتشفوا احبائي في الحلقه الماجيه. نتوما كيف ما العاده ما تبخلوش ليا باللايكات كنبغيكم بزاف والى الحلقه المقبله.